انا بهالفتره مالي بحاله ماديه سيئه، فكنت ماشي بالشارع قعدت اتذكر مين في له علي مصاري. تذكرت واحد له علي 500 ليره، واحد له علي 700 ليره، واحد له علي 1500. للناس اللي ساكنين بتركيا بيعرفوا هالمبالغ انه جدا عاديه. للناس اللي ما لهم ساكنين بتركيا مجموع هدول كلهم بدهم يوصلوا حوالي 2500 هيك شيء، حوالي $50. وحسب بلدك رح تشوف المبلغ اذا كتير ولا قليل، بس رح اقول لك انه بتركيا اقل اجره هي $500. يعني انا اذا اشتغلت باقل اجره بسكر ديني وبزيد معي $450 بفلت فيها فلت. لكن انا بهديك اللحظه ما كان هيك تفكيري. بهديك اللحظه قعدت افكر يا الله انا شلون صرت هون. انا عمري 21 سنه. انا لما كان عمري 15 ولا 16 سنه انا كنت ادين الناس وكنت ادينهم بمبالغ اعلى، بس ايش وصلني لهون؟ فهون صفنت بوضعي. الشخص اللي انا فيه حاليا، هل انا قبل بسنتين ثلاثه كنت متوقع او كنت رايد اني اكون هذا الشخص بعد سنتين ثلاثه؟ وطبعا الجواب كان لا. مين بريد انه يكون في عليه دين وما في معه مصاري؟ فهون صفنت وسألت السؤال اللي هو بعنوان الفيديو: عن جد بدنا نصير زناقيل مثل ما نحن متوقعين، مثل ما نحن متفائلين؟ يعني اي واحد بتسأله شلون بدك تسوي عرسك بقول لك بدي اجيب رانج روفر بالزفة، بدي اجيب 70 سيارة بالزفة. هو حاليا بسكليت ما عنده. للأسف احلامنا نحن كتير كبيرة، بس بالنسبة للشغلات اللي بنسويهم ولا شيء، ولا شيء ابدا. انا قبل بسنة كان وضعي احسن من هلا بكتير وما بفتخر بهذا الشيء ابدا. شلون بتتراجع يا زلمة؟ الناس شوي شوي بتحسن وانت ليه بتتراجع؟ فهون كانت مشكلتي. انا كنت متوقع لما يصير عمري 21 ولا ان شاء الله هلا انا متوقع بال 25 بدي اكون يعفو الله المصاري اللي معي. لكن الشيء اللي شفته من هالسنة والثلاث سنين اللي قبلها ممكن الثلاث سنين اللي بعدها يكونوا نفس الشيء. فهمت شلون؟ مثل ما انا حاليا متوقع انه بعد 3 سنين وضعي كتير 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 رح يكون احسن، فانا قبل 3 سنين من اليوم كنت متوقع انه اليوم يكون وضعي احسن بكتير كتير كتير. خسرتي كل الناس علشان. فهي مشكلتنا. وهلا جاي اقول لكم الحل اللي انا اكتشفته ما كنت قاعد بفكر بهي الشغله، لسه ما جربته. فهمت شلون؟ جربوه انتوا واكتبوا لي بالتعليقات. الحل يا طويلين العمر: نحن بس بنحلم، نحن قلنا بس تخيل، ما في احسن منا بالخيال. لكن قلنا اشتغل، هون خلاص بدنا نقعد. ما مستحيل. ما بنشتغل. لا لا لا. يعني انا شو هو السبب اللي خلاني اكون اسوأ من السنه الماضيه؟ انا بالسنه الماضيه الحمد لله كنت مثبت بشغل ضل فيه تقريبا سنه، بس كان راتبي قليل. بعترف كان راتبي قليل، بس شو كان عم بكفيني، كان عم بزيد منه شوي، عم بقدر اجمع فيه شوي وكذا، وقدرت اشتري موتور الحمد لله. لكن بالسنه الماضيه اللي انا حاليا عايش توابعها ما كنت استمر بولا اي شغل. اشتغل لي شهر ابطل، اشتغل لي اسبوعين ثلاثه ابطل، وما اشتغل بمصلحتي. كل مره اغير لانه كان بدي اغير المصلحه، وابشركم ما غيرت. يعني ما انحلت المشكله اللي انا كنت فيها، بس صرت بمشكله ابشع انه ما ضل عندي مصلحه ولا ضل عندي شغل ولا ضل عندي مصاري. ما بالكم لا تجربوا هاي الشغله. اذا كرهان مصلحتك روح غيرها، بلكي بتلاقي، بلكي بتزبط معك. انا ما زبطت معي. ممكن الله يكون ميسر لي شيء احسن. يعني بالنهايه بدك تضل متفائل خير. بقول لك اذا كنت رايد شيء وما صار فمعناتها الله رايد لك الشيء الاحسن منه، وانا ماشي على القاعده. عشان هيك رجعت على المصلحه اللي بحبها. المهم فنرجع لموضوعنا. انا بسبب اني ما كنت عم بشتغل شغل دائم، فلو كنت اخذ راتب كويس ما كان يكمل معي. في مثل مدري مقالة بتقول قليل دائم خير من كثير منقطع. فانا كان عندي الكثير المنقطع. الكثير المنقطع بينقطع، ما بكفيك، انت بيقطعك بذاتك بيقطع. اما لما كنت ماشي على القليل الدائم كان مكفيني. طبعا ما بقول لك روح اشتغل عمل وقضي حياتك كلها وانت عامل، لكن هذا بحكي لك قصتي مشان اوصل لك هي الفكره اللي بدي اوصل لك اياها. انا طول ما كنت عم بشتغل بالقليل الدائم وانا قاعد مثبت بالشغل وعم باخذ راتب قليل بس كان عم بزيد منه، كنت مبسوط وكنت عم بقول بس ابطل من الشغل وكذا بدي اصير زنجيل واسوي لي شغله وهيك اوف مصاري للسما. لكن لما بطلت شفت مرارة الحياة. الفكرة اللي بدي اوصل لك اياها هي مو انه الشيء اللي انت بتحلمه راح توصل له، ولا الشيء اللي انت بتتخيله بتوصل له. الشيء اللي انت بتسويه هو اللي راح يوصلك. يعني انا لانه اخذت راتب قليل بس كان دائم فوصلني لحياة اني اعيش على قدي، يزيد معي شوي اجمعه. ولما اخترت اني اشتغل شغل متقطع واسبوعين شغل واسبوعين لا وكذا وهيك، فكان في راحة كثير. اوقات افيق ايمت ما بدي، انام ايمت ما بدي، بس بالنهاية بيجي اخر الاسبوع بطلع مع رفقاتي ما في معي ولا ليرة. فبهديك اللحظة انا لو تمنيت اني اكون زنجيل ما معناتها اني رح اصير زنجيل. وبالفترة اللي كنت عم بشتغل فيها شغل دائم كمان لو كنت فكرت اني اصير زنجيل كمان ما رح اصير زنجيل. فالجواب على سؤال هذا الفيديو: هل رح اصير زنجيل مثل ما انا متوقع او
مثل ما انا بحلم او بتخيل؟ الجواب يا طويل العمر هو حسب انت ايش بدك تشتغل. ما بهم انت بتتفرج فيديوهات على الانستغرام كله مقالات وكله عن نجاح وكله عن اكل الهواء، مو معناتها انه راح تصير ناجح. عادي جدا، لو هيك كان كل الناس تفرجوا عليهم. او انت بتصلي الخمس صلوات، كمان عادي جدا، كان امام الجامع سبق ايلون ماسك. او انت كل ما بتشوف واحد فقير بتعطيه مصاري، كمان ما له علاقه. الشيء الوحيد اللي له علاقه هو الشغل اللي انت قاعد بتسويه. من شان انك تصير زنجيل في طريقين، يا اما انك تتعلم شغله وتطير منها، يا اما تصير صدفه هيك والله يفتحها بوجهك وتطير فوق السماء. يعني في عندك هاد اللي ببيع كستنه باسطنبول، فجاه هيك الله فتحها بوجهه، كل الناس صاروا يجوا لعنده وصار مشهور اكثر من كتير ناس تانيين. واحده من اكثر الفجآت اللي هيك صعب تصدقها بس هي حقيقيه، هي مراد علمدار. يا زلمه الزلم مو ممثل، مراد علمدار مو ممثل. مراد علمدار كان اخوه هو المخرج، فمشان هيك هو حطوه البطل، وصار انجح مسلسل بتركيا لحد الان. مسلسل طالع من 2003، نحن حاليا ب 2026، يعني مضي عليه حوالي 25 سنه، ومع هيك ما في اقوى من وادي الذئاب اللي بطل هذا المسلسل واحد مو ممثل. ففي كتير صدف، ممكن تشتري ارض زراعيه، فجاه هي الارض الزراعيه تصير تجاريه، فجاه يقولوا اوف بدنا الارض التجاريه السماويه، بدنا نبني عليها هون مجمع، في هون الارض ب1,000,000 $. عادي جدا. ممكن طريقه ثانيه انك تصير زنجيل، سواء تعلم الحلاقه، سواء تعلم التسويق، سواء تعلم صناعه المحتوى، سواء اي شيء تعلمه تسوي منه تفشل 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 لشي تنجح. انا حاليا عم بفشل بصناعه المحتوى، صار لي 70 سنه عم بفشل، وهذا الفيديو رح يفشل. فهمت شلون؟ انا قاعد بحكي يعني يا اما في واحد عم بسمعني، يا اما انا نفسي عم بسمعني. فاسمعني يا حبيب قلبي، انك تقعد تحلم انه بدك تصير زنجيل فخليك عم تحلم. فهمت شلون؟ بس لا تتوقع انه رح تصير زنجيل. اما انك تشتغل مشان انك تصير زنجيل، بهداك الوقت رح تصير زنجيل. او سوي اللي عليك حبيبي، سوي اللي عليك وتوكل على الله. انا حاليا مسكره في وجهي وقاعد عم بعطي نصايح وبس. هي كانت نهايه الفيديو، خاطرت على بالي هي الشغله وحبيت اسوي عن الفيديو. اذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك بالقناه، واذا كان عندك موضوع بدك ما حدا رح يتفرج الفيديو غير انا. سلام.